وعشان ينتقم من ولاد رزق. لكن جاءني عمرو يوسف، عجبنا الدويتو بينه وبين أسماء جلال، والعلاقة بينهم اللي كانت من أكتر الحاجات اللي دمها خفيف في الفيلم. سيد رجب، عودة قوية لشخصية المعلم. صقر اللي رجعت أقوى من الأول. أثر ياس، بداية كويسة للشخصية ولسه. ومفاجأة الفيلم إلا للأسف ما أقدرش أتكلم عنها عشان الحرق. محمد لطفي، ظهوره كان قليل لكن أضافه، وكان وحشني الشربيني. وفي مشهد من المشاهد كان بيكرر جملة من جمله الشهيرة والسينما كلها رددتها معاه. 2. التأليف دلوقتي خلاص بقينا عارفين كويس طريقة السرد لأفلام ولاد رزق، وعارفين على الأقل خلانا قاعد متوتر، وده محصلش معايا ففيلم عربي بقالي كتير، لأن معروفة البطل بيكسب في الآخر ما هما يحصل. فللنهاية أنا اتبسطت بالتجربة ومتحمس لأجزاء جديدة من العالم ده. تقييمي للفيلم 8/10. يلا بينا، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وشغل زر الجرس.